السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض حجازيه خطيره سهله وبسيطه جدا، ومكونات موجوده في كل بيت، هتطلع معاكم تحفه من اول مره. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف وصفتنا. اول حاجه هنحضر مع بعض الحشوه اللي في الحجازيه. من النص عندي كوبايه من السكر، هضيف عليها 5 معالق كبار من القرفه، وهضيف عليهم كمان نص كوبايه من السميد بتاع البسبوسه. هنقلبهم كويس قوي مع بعض بقى كده. هضيف عليهم بقى فنجان صغير من الميه، وهقلبهم كويس قوي عشان اخلط كل حاجه مع بعض، وتكون الحشوه معايا بالقوام ده كده هي تمام. هركنها على جنب ونبدا نحضر العجينه بتاعتنا. عندي هنا بقى المكونات الجافه: كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من الملح، وعليهم كمان معلقه من السكر. عندي هنا بقى كوبايتين من السميد بتاع البسبوسه، الكوبايه اللي نعاير بيها كل المقادير. هنضيف بقى معلقه من الخميره كده. لو مش متاكدين من الخميره بتاعتكم تقدروا تحطوا كوبايه ميه عليها معلقه الخميره ومعلقه من السكر، وتقلبوها وتسيبوها 10 دقايق ولا حاجه لحد ما تعمل فقاعات. لكن انا عشان متاكده من الخميره بتاعتي حطيتها على المكونات التانية على طول. هقلب بقى كل المكونات الجافه دي كويس كده مع بعض. وعندي هنا بقى كوبايه من السمنه كده، هضيفها على المكونات بتاعتي واعجن العجينه بتاعتي كويس قوي، واشرب كل الدقيق بالسمنه كويس قوي. نبس العجينه بتاعتنا كده كويس بالسمنه لحد ما كل الدقيق يتشرب من السمنه كويس. وعندي هنا بقى كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه دافيه. هحط شويه على العجينه وابدا اعجنها كويس شويه بشويه، واحط ميه تاني واعجن كويس، مش بحط الميه كلها مره واحده. هضيف حبه حبه واعجن. انا خدت معايا كوبايه الميه كامله بالظبط، وعجنتها كويس لحد ما تكون دي القوام بتاع العجينه. شايفين هي كده تمام. هغطيها واشيلها في مكان دافي تتخمر حوالي من ربع ساعه لنص ساعه كده، واطلعها اشتغل فيها على طول. بعد مدة التخمير كده بقى هاخد العجينة بتاعتي هقسمها بالنص كده، بس هيكون في نص اكبر من نص. النص الاكبر ده هيكون الجزء اللي تحت اللي هي القاعدة بتاعت الحجازية، هنزودها عشان دي اللي هيتحط عليها الحشوة. حطيت بقى قطعة العجينة على مفرش سيليكون وكيس كده، وافردها كويس قوي على مقاس الصينية بتاعتي، ممكن بين ورقتين زبدة او بين كيسين، ونفردها كويس على مقاس الصينية بتاعتنا. حطيت بقى الجزء الاول في الصينيه كده زي ما انتوا شايفين. هفرد بقى العجينه كويس قوي، وهعمل سور كده حوالين الصينيه كلها بالعجينه عشان الحشوه ما تطلعش من الاطراف. هنعمل سور بسيط بس كده عشان لما نحط الحشوه بتاعتنا وتدخل الفرن ما تسحش وتطلع من الاطراف. بعد ما ظبطت كل اطراف الصينيه كده هنضيف بقى الحشوه بتاعتنا كده بالشكل ده، وهسوي بقى الحشوه بتاعتي بالمعلقه كده كويس قوي. وهفرد الطبقه التانية من العجينه برضو وحطيتها على وش الصينيه، وهبتدي بقى اظبط الشكل زي ما انا عايزه، واقطع كده الزيادات واظبط بيها شكل الصينيه كلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما ظبطت العجينه كلها على الصينيه كده بالشكل ده، هجيب الشوكه بقى وابدا اعمل اخرام كده عشان لما تخش الفرن انا مش عايزه العجينه تنفخ كده، فمهم قوي الخطوه دي اني اعمل اخرام بالشوكه كده في كل العجينه. بعد كده بقى بالسكينة هبتدي اقطع بقى الحجازية بتاعتي بالمقاس اللي انتوا عايزينه، كبيرة صغيرة براحتكم زي ما انتوا عايزين. في الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 يسخن كويس، وهدخل الصينية بتاعتي. قعدت معايا قد ايه في الفرن؟ قعدت معايا ساعة و10 دقايق عشان تاخد التحميصة المظبوطة، بس ده طبعا على حسب الفرن بتاعكم. انا ظبطت اول حاجة 30 دقيقة، وبقيت ابص عليها بعد 20 دقيقة اشوفها، وهكذا لحد ما اخدت التسوية المظبوطة. فمدة التسوية بتكون حسب الفرن بتاعكم، لازم تراقبوها كويس قوي. بتطلع معايا بقى بالشكل الخطير ده، تحفة يا جماعة بجد. مش قادرة اقول لكم ريحتها خطيرة وقلب البيت، وريحة القرفة مع السكر كده رهيبة. بصوا بقى الجمال، واخده التحميصه المظبوطه بجد رهيبه، طعمها يجنن زي اللي بنشتريها من بره واحسن كمان. طبعا بجد جربوا تعملوا الحجازيه في البيت، مش هتندموا وهتطلع معاكم خطيره من اول مره. الف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.